عمرك دخلت مقبرة فرعونية؟ طب تعالى اوريك مقبرة فيها 180 ألف قطعة أثرية. المتحف المصري في ميدان التحرير كافي إنه يخليك تشوف الحضارة المصرية كلها. فكرة المتحف بدأت سنة 1835 واتبنى أصلا في حديقة الأزبكية، ولكن أيام عباس حلمي الثاني سنة 1902 اتبنى المتحف المصري في التحرير، وكان أول متحف في العالم يكون عام للجميع، واللي صممه المعماري الفرنسي مارسيل دورونون. المتحف محتاج أيام علشان تعرف قصة كل قطعة فيه، زي صلاية نعرمر أو نرمر أو تمثال الملك خوفو اللي قد صباع الانسان، وهو التمثال الوحيد اللي لقيناه ليه، رغم ان الملك خوفو هو صاحب اكبر هرم موجود في الجيزه. لو فاكر اني هقولك ان اهم حاجه في المتحف هي غرفه توت عنخ امون زي ما هو مشهور، فالحقيقه ان كل قطعه في المتحف ده مهمه، بل ان المبنى نفسه في حد ذاته بقى اثر. روح زور مجموعه تانيس ومجموعه بسوسنس الاول الملكيه الذهبيه، وكمان هتشوف مجموعه بواريك كانت السيدات المصريه بتستخدمها، ودي العاب مصريه قديمه. ما تستغربش لما تسمع ان الشطرنج اصله مصري قديم. قدامك اهو قطعه من كام الف سنه كانت